ما هي تفاصيل هذا الخبر؟ تتحدثون عن استخدام التاكسي الطائر لأول مرة في السعودية. إن كانت هناك معلومات تفصيلية أولا. أسعد الله مساك أستاذ نايف ومساء السادة المشاهدين بالخير والعافية. بالطبع شراء هذه الطائرة تم في 2022 في مبادرة مستقبل الاستثمار FII، لكن ربما الآن وعند بداية تطبيق هذا يعني استخدام هذه الطائرة ربما أخذ صدى أكبر في وسائل الإعلام. الطائرة هي مثل ما ذكرت طائرة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، لديها يعني تطبيقات كثيرة الاستخدام. استهدفنا فيها استخدامها للمشاريع الكبرى الجيجا بروجكت التابعة لرؤية المملكة 2030. نتحدث عن ريتسي وأيضا العلا ونيوم. هناك تنقلات يعني من الصعب أن تقوم بالدور فيها الطائرات التجارية. يعني هي مستخدمة حاليا يعني سيد عبد الله؟ ليس الآن، هي الآن خلاص انتهت من تصاريحها الرسمية من الشركة المصنعة لليوم الألمانية. دخولها للسوق السعودي ربما يكون في عام 25 أو 26. يعني أنتم مش حتستخدموها في حج هذا العام أو موسم العمرة هذا العام؟ لا بالتأكيد، هي الآن تحت يعني الاختبارات. الشركة واضعة خطة لها في دخولها التشغيل التجاري في 25 و 26.